قال لك بقى يا سيدي مصر خاينة ومتخاذلة. ليه يا عم الكلام ده؟ لأنها بعد حرب أكتوبر لما خدت الأرض بتاعتها بالحرب راحت عملت معاهدة مع اللي ما يتسموش عشان تاخد باقي الأرض بالتفاوض. طيب يا عم دي خاينة خلاص وعرفناها. ليه متخاذلة؟ أصلها دلوقتي واقفة بتتفرج على أهلنا وإخواتنا في غزة وده هينفع وبتاع والكلام ده. طيب يا سيدي، انا ممكن اقول لك حاجه. في الحاله الاولى في موضوع 73 انا كنت واقف بحارب الاتنين مع بعض لوحدي، الماما امريكا واللي ما يتسموش. لما الماما امريكا فتحت لهم جسر جوي امدادات بعد ما اتغلبوا في الحرب، فتح لهم جسر مساعدات وامدادات من واشنطن لتل ابيب. مين هيقدر على كده؟ خدت ارضي، واللي ما خدتوش خدته بالتفاوض. خلاص تمام. وحتى ساعتها السادات قال لك اقعدوا نتكلم، اقعدوا نتكلم. محدش قال حاجه. طيب النهارده بقى في موضوع غزه، وربنا يفك يا رب كربهم، انا عمال انادي كمصر تعالوا نعمل قوه موحده تواجه اي تحديات بتقابلنا في المنطقه. انا لحد النهارده كمصر واقف بنادي ومحدش بيرد عليا. يعني انا واقف يا ناس يا ما فيش. طيب بعدين؟ وبرضه انت في الحاله دي انت هتواجه اللي ما يتسموش وراهم مين؟ ماما، الماما امريكا. طيب ايه المفروض برضه ان انا ده انا بالعكس، ده في زياره ترامب الاخيره لمنطقه الخليج انا شفت تريليونات بتترمي تحت رجله. ايه؟ هو انا المفروض اعمل ايه؟ انا المفروض انا كمصر انا اقف احارب لوحدي بطولي؟ طيب حضرتك عارف الحرب دي فاتورتها ايه او ضريبتها ايه؟ في شعب بيموت، في دم بيسيل، في شهداء، في اقتصاد بيتدمر، في حالة بلد بتتدهور. هل انا المفروض انا كمصر اقف ادفع الفاتورة دي لوحدي؟ طيب يا عم مفيش مشكلة، انا يا عم هقف ادفعها لوحدي وهبقى راجل. خلاص يا عم مفيش مشكله. طب ممكن بس تعرفني التريليونات اللي اترمت دي كانت فاتوره ايه او ضريبه ايه؟ يعني بما ان انا اسف، يعني انا هخش احارب لوحدي ولا بس لو ما فيهاش اساءه ادب، افهم بس اللي بيحصل حواليا، افهم بس اللي بيحصل حواليا. يعني عيد اكتوبر سعيد ان شاء الله، وربنا يسلم البلد وغزه وكل الوطن العربي كله يعني.